في لقطه كده بعد مباراه الزمالك وسيراميكا، طبعا عندنا في الاعلام محدش هيجيب اللقطات دي، بس بقى ايه، مدير الكوره من نادي الزمالك الاستاذ عبد الناصر محمد كان في بيشد كده على ايه، على شيكو بنزا بعد ما عمل التغييرات بتاعته، او بعد ما عمل التغييرات بتاعت المدرب بتاع الزمالك. ففي وقت التغيير بتاعه شيكو بنزا كان ايه، كان ساعتها عمال ايه، يبلطم كده وكان عمال يشوح. حتى المعلق بتاع الماتش كان ساعتها بيقول لك ايه، هو لا يعني كان هو شكله كده نازل زعلان، لا ده بيحمس نفسه. فهو دايما الاعلام كده بيحاول ايه، يجمل الحاجات الوحشه اللي بتحصل في الزمالك. لو في صرصار عدى قدام باب نادي الاهلي تلاقي فيه بيانات وحاجات وحرقان وليله كبيره كده. المهم يعني دي لقطه كانت موجوده ونزلت على السوشيال ميديا ومحدش من الاعلام بيتكلم عليها. في حاجه تانية كمان بقى، الاستاذ الاعلامي المحترم المحايد اسلام صادق نازل بوست اللي هو ايه بقى، الزمالك يستهل مشواره بالدوري ويظهر بشكل مثير ويهزم رديف الاهلي سيراميكا كليوباترا بهدفين لا شيء، احدهما الرائع لناصر والثاني العالمي لشحاته، وبنزا وكايد يقدمان اوراق اعتمادها ومعالي يحتاج مزيد من الوقت. عارف انت اللي هو ايه، انا اجيب سيره الاهلي واي حاجه خلاص، المهم ان انا ايه، انا فزت بالحظ اصلا، والجون الاولاني جه بالصدفه، خبط في المدافع بتاع سيراميكا ودخل الجون، وشاط الكره من نص الملعب جون، وهو اصلا الزمالك طول الماتش ما عملش بربع جنيه شوطه على الجون، فهو انا بزيط وخلاص. فهو تحس كده اللي هو ايه، يعني حتى هم بيفوزوا احنا بنحفل عليهم ببساطتهم اللي بتبين حرقانهم للنادي الاهلي. فرساله جميله مني الشخصي المتواضع، انا بقول لك يا استاذ يا اعلامي يا محترم يا استاذ اسلام صادق، حضرتك راجل اعلامي معروف، فلو هتنزل بوست يا ريت ننزل بوست ما يصيرش التعصب، عشان دلوقتي ايه، ممكن اي حد يرفع عليك بلاغ ولا اي حاجه. يلا. اراك ضحك.